بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. القصة هذه حدثت في إحدى الدول العربية. هذا رجل عنده شركة وعنده أعمال وعنده خير وتاجر كبير، وعنده زوجته، وزوجته ربت بيت، ورزقها الله من هذه الزوجة بنت، والبنت هذه درسها حتى وصلت إدارة أعمال وخلاها معه تدير عنه الشركة. الرجل كبير في السن، والأم أمية لا تقرأ ولا تكتب، والبنت هذه نبيها، لكن البنت هذه بسيطة، ما الله رزقها الله سبحانه وتعالى بالجمال، ولكن عندها جمال الروح وبرها في والدينها. فيه واحد جاء وتعرف على البنت هذه وطلب يدها، فقام الأبو استغرب: أنت من وين شفت البنت؟ قال: شفتها في المكان الفلاني وصفوها لي الناس الفلانيين. سأل البنت، قالت: والله يا أبوي خلني شوي يعني نشوف نسأل عن رجال. سألت البنت وسأل الأبو، الأبو ما ارتاح، حس أن الرجال هذا داخل على طمع، ولكن البنت تقول: يا أبوي الرجال يعني مناسب وفي وظيفة في شركة أخرى، وأنا أرى أني يعني لا يروح علي نصيبي. قال: يا بنتي الرجال إمكانياته المادية ضعيفة، وفي نفس الوقت الناس اللي حوله يعني أعطوني بعض المعلومات اللي تدل على أن الرجل هذا غير مؤتمن أنه يصير زوج بنتي، لكنها ما سمعت نصيحة أبوها. فقالت لأبوي: توكل على الله، أنا أبي أتزوج. شرط الأبو شرط، قال: ما دامت أنت وافقتي عليه عندي شرط. قالت: وشو؟ قال: أنا في شركتي من الآن ما يشتغل فيها ولا له دخل بأعمالي، أنا وأنتي، أنت مديرة عام وأنا رئيس الشركة أو صاحبها، تجين بكرة تقولين يا أبوي توسط لفلان يشتغل عندنا في الشركة، تراني رافض. قالت: ابشر يا أبوي، هذا المفروض هو اللي يسويه، هو اللي مسؤول عني وعن بيتي. تم الزواج، وفي البداية الرجال حط له شقة، ومثل ما قلت لكم القصة مي عندنا قصة في إحدى الدول العربية، حط الشقة وصار على قولة القائل صارت أموره المادية شوي ضعيفة، فيجي يقول: ليش ما تعينيني في شركة بوتس، أنت المدير العام وأنا مجالي عندكم وافر وممكن أشتغل معكم. هي شارطة عليه، قالت: شف شركة أبوي خط أحمر، والأعمال هذه أنت ملزوم أن تصرف علي وتصرف على بيتك. قعد له سنة ورزقها الله بولد من هالمرة، والسنة الثانية جابت له ولد، لكنه صارت ظروفه المادية صعبة جدا. حاول فيها، حاول، جات لأبوها قالت: يا أبوي خلنا ندور العمل ولا أعطيه. قال: خط أحمر ما يطب الشركة، هذا اتفاق بيني وبينك، وأنت تبين أصرف عليه وعلى عيالك حاضر، بس هو الرجال ما يجيني. الرجال مستحس منه، داري اتضحت له فيما بعد أن الرجل داخل على طمع. كبر الشايب هذا وتوفي أبو البنت، وصارت هي المسؤولة الكبيرة عن الشركة وهي المرجع الأوحد. فجاءها زوجها وقال: الحين الوالد توفى وهو اللي بيني وبينك، أنا زوجك وأقرب الناس، خليني مساعدتك، خليني أمسك الإدارة المالية، أنا رجل محاسب. قالت: ولا تطب الشركة. بدأت هي مع مرور الأيام تكتشف أن الرجل أيضا فيه طمع وفيه جشع، فمشت على نصيحة أبوها وقالت: الحمد لله يكفيني هالولدين من هالرجال، وصارت تقوم بأعمال البيت. الرجل هذا خطط خطة غريبة لهالمرة هذه، عندهم مزرعة، وقال: ايش رايك نروح المزرعة هالأسبوع هذا نستانس؟ فقالت: توكل على الله. ركبت معه في السيارة معهم العيال وراحوا للمزرعة. المزرعة لأبوها. يوم جت في المزرعة والأمور تمام، اليوم الأول، اليوم الثاني وهي نايمة ويقط لها ثعبان في الفراش. جاب له ثعبان كوبرا حطها في الفراش. البنت تتحرك ضربها الثعبان مع رجلها. يوم قامت تستفزع، ولا الخدم يوم جو للثعبان، والمنطقة منطقة زراعة ما يعني ما هو بغريب عليهم. شيلوا المرأة ودوها المستشفى، وتقعد في المستشفى 12 يوم بين الحياة والموت، والله سبحانه وتعالى يفك. مشت الأمور، ما نجحت خطته، خذ له سنة ثانية، قال: بنروح المزرعة مرة ثانية. يروحون للمزرعة ويروح يشتري ثعبان أعظم من الثعبان الأول ويحطه في السرير. هالمرة يوم لدغها وتتوفى البنية. يوم توفت ويقومون العزاء، الأم في حالة قشرة والخوال، والرجال مسوي نفسه إنه حزين، كله علشان هالمال.
يوم فتحوا العزاء اليوم الأول اليوم الثاني الرجل متأثر مسوي نفسه مرة. يوم جاء اليوم الثالث يا أخوان وهو قاعد في العزاء جنبه أم زوجته هذه الأمية وخالها خال زوجته جنبه على اليسار ولد عمره 25-30 سنة حاط جوال الآيفون على الطاولة والناس تعزي. قام التفت لأم زوجته قال يا خالتي قالت نعم. قال حنا نبي نقسم الورث. قالت استح على وجهك ما مر عليها 3 أيام توفيت بتقسم الورث. قال أنا وراي عيال وهذول أيتام وكل نبي حقه وأنت تبين حقك. نبي بكرة نبدأ في المحكمة في إجراءات الورث وأنا أبى أصير الوكيل الشرعي لهالعيال. والله ييسر الأمور والله يعيننا. يتكلم بهالمنطق هذا. قالت يعني هي ازدرته والحقيقة يعني ضاق صدرها من يوم قال هالكلام في وقت العزاء. الخوال جالسين وساكتين ما لهم كلام. الكلام بين الأم والرجال هذا. ويرن الجوال يا أخوان. يوم رن الجوال ولا مكتوب راعي الكوبرا اللي يدق عليه راعي الكوبرا. انتبه من الخال يوم شاف هذا الرجل خذ الجوال وطلع برا بسرعة طفاه. الوليد فكر اخته ثاني مرة قبل 1.5 سنة أو 2 ملدوغة بكوبرا والثانية الحين بدأ يربط في الأحداث وحرص الرجل على المال. قال يا أختي قال نعم. قال والله إن بنتنا بطنها ما ذبح إلا زوجها. قالت اتق الله هذا ثعبان وجاي من المزرعة. قال والله إن دمها مسؤول عنه وأنا بروح أبلغ ما رحتي تبلغين عني الشرطة. قالت خف الله يمكن الرجال ما هو بيمها. قالت والله تروحي معي الشرطة. يأكد عليها ويقول أنا شايف هالشيء هذا في جواله راعي الكوبرا. يوم قال هالكلام هذا وإخوانها الكبار قالوا روحي بلغي ما فيها شيء. خذ أخته وراحوا للشرطة وافتحوا محضر في المخفر وعطوا الحقائق اللي هم شافوها واللي اطلعوا عليها. الضابط صار عنده بينات وعنده دلائل انه يفتح محضر. قال كم الرقم حق زوج بنتكم؟ قالوا هذا الرقم. قال متى جاء الاتصال؟ قالوا الساعة الفلانية. ارسل شركة الاتصالات وطلب برنت. بالفعل جاء البرنت ولا والله من ضمن الارقام اللي دقت في نفس الوقت محل لحيوانات الزينة. قام الضابط واتصل عليه وين مكانك؟ قال في المكان الفلاني. قال حنا جايينك. اركب الضابط و2 شرطة وراحوا معه. جاوا للمركز مركز كامل يبيع حيوانات زينة ثعابين أرانب من هالحيوانات. دخل على المسؤول قال جرى منك اتصال قبل يومين على الرقم هذا فلان الفلاني. قال أنا لحظة. يوم دق في جواله قال لي قال هذا كذاب هذا جاني قبل 2 وشرى مني ثعبان وشراه ب2000 وراح وخذ له أسبوعين جاني زعلان قال إنه ما نفع ما في سم. أنا بثعبان فيه سم علشان المختبر اللي حنا نشتغل فيه. وجاني قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام وشرى مني ثعبان ثاني وأعطاني نص القيمة بشرط أن الثعبان يكون سميته عالية ولا جاب الدراهم. وأدق عليه ويقفل الخط في وجهي وهذا نصاب. قال تعرفه لو تشوفه؟ قال لي والله أعرفه أطلعه من 1000. جاب الرجال ووروه راعي المحل واعترف قال نعم هذا اللي جاني قبل 2 وخذ مني الثعبان وهالحين جاني قبل أسبوع وهو اللي الله. ولا والله يوم كب العفش الرجال بعد ما طقوه اعترف. قال بالفعل أنا هذه المرة مانعتني من دخول الشركة ومانعتني من العمل مع والديها ومانعتني من هالكلام وأنا العيال يبي لهم من يصرف عليهم ونفسي الأمارة بالسوء. والله يأخذون اعترافاته ويصدقونها ويصدر حكم بإعدام. طبعا القصة مؤلمة لكن فيها عبرة يا أخوان. حنا نقول القصص ما هو والله الواحد يتألم من بعض القصص لكن شوفوا يكيد والله سبحانه وتعالى هو اللي يعني يعلم خافية الأنفس. إلا الجوال يكشفه برن التلفون وشاف الرجل إلا يبين إن هذا القاتل وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. هذه من القصص العجيبة اللي مرت علي وأشارك فيها وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع فيها وأرجع وأقول أعتذر عن إن هالقصة مؤلمة شوي لكن لعل فيها عبرة للآخرين. هذه حياك الله ودي. وأكبر عظة وعبرة منها أن الواحد ما يكون الفلوس هي همه